30 ماي في فرنسا، في ليلة عم فيها شغب في تقريبا البلاد الكل. السبب كان نهائي دوري الأبطال. اللي حبيت نقوله إنه في وسط الفوضى هذه الكل فما ضحية باش تطيح روحها في الليلة هذيك، وللأسف إنه الضحية هذه ما عندها حتى علاقة بالاحتفالات ولا بأعمال الشغب. في حي صغير في جنوب شرق فرنسا، هشام كان يكلم في عائلته اللي كانوا فرحانين بوجوده، عائلته اللي في لحظة الاتصال مش باش يقص، لكن التليفون باش يطيح والتصويرة باش تبقى جامدة، باش تتعدى لحظات وسوايع وليلة كاملة باش من بعد نفيقوا على الخبر الفاجع. المواطن التونسي هشام مراوي البالغ من العمر 46 عاما ب5 رصاصات. هشام تقتل في داره، لكن السؤال اللي باش نجاوبوا عليه في الحلقة هذه، علاش تقتل هشام؟ وشكون اللي قام بالعملية هذه؟ وشنو الأسباب اللي خلت تونسي يتقتل في داره ب5 طلقات نارية؟ هذا اللي باش نعرفوه في الحلقة متاع اليوم. نستنى فيه الأوريقات ومش نروح، عندي 10 سنين ولادي مستحشته ورحت نستنى متى يروح. هو شي جايني في صندوق، نحب على حق ولدي. من الاول خلينا نتعرفوا على الشخصيه متاع الفيديو متاعنا. اسمه هشام المراوي، عمره تقريبا 48 سنه، وهو اصيل ولايه القيروان. عاش فيها تقريبا 30 سنه، حاول يخدم في اكثر من حاجه حتى اللي استقر في الاخر في صنع حجام. لكن هشام كان يحس ان الوقت قاعد يتعدى به، وحياته والمدخول المادي ماهيش قاعده تتطور كما كان يحب. وذاك علاش وقتها وفي عام 2011 الثوره كما اغلب الشباب استغل الثغرات الامنيه اللي كانوا موجودين وقتها وهاجروا في اتجاه ايطاليا. وهشام الحمد لله وقتها نجحت معاه الحكايه وفعليا وصل ايطاليا باش يعدي غادي فتره باش يتعرف فيها على برشا عباد ويتعرف فيها على حياه الاوروبيه ويكسب خبره صغيره خليه يبدا مستقبله من الاول جديد. والهدف نتاعو كما قلنا انه يحسن المدخول المادي نتاعو ويعاون عائلته. كما قلنا ايطاليا كانت المحطه الاولى بالنسبه ليه، ومن بعد ما عاش شويه في البلاد هذيك قرر انه ينتقل لفرنسا وين اغلبيه التوانسه الموجودين غادي، وين يعرف عباد ينجموا يعاونوه باش يبدا المستقبل نتاعو. هشام استقر في جنوب شرق فرنسا، وغادي كيف زاد ما بدلش المهنه نتاعو وبقى يخدم حجام. الصنعه اللي كان يحبها وماهر فيها، اخلق لروحه عالم صغير ومدخول ينجم يعاون به روحه وعائلته. لكن في نفس الوقت هشام كان زاد يحس بالغربه، وذاك علاش كان ديما يخصص مكالمه ما بينه هو وعائلته، ما بين ليلى واختها. يحاول ينسى الوحش، يربط روحه مره اخرى بصوت امه بعائلته وبلاده اللي نورمالمون ما سايبوهاش. لكن للاسف الاوضاع الماديه وقله فرص العمل في تونس والاجر المادي زاد، كلها اسباب تخلي اغلب الشباب يخرجوا من البلاد. وانا نحب نوصل ميساج صغير فيما يخص الموضوع هذايا. مش بالضروره اي انسان يخرج من البلاد هو خائن، حسب طبيعه الكلمات اللي قاعده تدور. الكلنا عنا وطنيه من الداخل، والكلنا نغيروا على بلادنا. وشوف اي تونسي كي تحكيه بالخايب على تونس قدامه لبرا، شوف ردة الفعل نتاعو كيفاش تكون. يعني في الاخر ماهيش مشكلتنا وطنيه، هي مشاكل ماديه. اغلبيتنا بالطبيعه ما يحبش يقعد جيست يخدم والشهريه نتاعو تمشي في مصروف. الكلنا عنا الحق باش نترفوا، والكلنا عنا الحق باش نضمنوا مستقبل سليم لنا احنا ولصغارنا. يعني هذا موضوع جانبي حبيت نحكي فيه. بالطبيعه الكلنا ماذا بينا الدوله تتحرك وتحط اليد في اليد مع الشعب ونوصلوا لحلول تخلينا نقعدوا في البلاد نتاعنا. هشام قعد سنين في المنطقه هذيك لحد ما قرر توا من 4 شهور التالي انه ينقل من الدار هذيك لدار واحده اخرى ماهيش بعيده زاده على حانوت الحجامه اللي كان يخدم فيه. وحسب اقوال العائله هشام الحي الجديد ما كانش عاجبه برشا، والسبب حسب ما فهمنا انه فيه قله من العرب عكس الحي اللي كان يسكن فيه. لكن هذه ماهيش مشكله كبيره بما انه اصلا يعدي تقريبا اكثر من شهر نهار في الحانوت ما يروح للدار الا ما باش يرقد. وقال ما فيها باس، كيما اي مغامره اخرى تعديت بها في حياتي، البدايات باش تكون صعيبه ومن بعد الاستئناس يحل برشا مشاكل. السبت 30 ماي 2025 مع تقريبا وقت 9:30 متاع الليل، هشام سكر الحانوت ومروح للدار باش يرقد هكا السوايع يرتاح فيها، ومن غدوه الصباح بكري يرجع يخدم. وما كانش مبرمج برشا حاجات لليله هذه، هي ليله روتينيه، الحاجات اللي يعمل فيها كل يوم باش يتعاودوا. يروح للدار يحل الكاميرا يحكي مع عائلته يتعشى ويرقد. كما قلنا ما فماش حاجه جديده، لكن القدر كان مخطط له حاجه اخرى. كما قلنا هشام دخل للدار كالعاده وحل اتصال مع عائلته، كان فرحان اللي اخواته الكل ملمومين عاملين جو يفدلكوا وكاينه في وسطهم. خالي يحكي معانا بالكام، يحكي مع خالاتي ومماتي، جمعهم في الكام، توحشتكم، يفدلك عليهم،
يسأل على أمه بحكم امرأة كبيرة ومريضة، يفدلك معاها باش يضحكها شوية. وفي وسط هذا الكل العائلة باش تلاحظ انه التليفون باش يطيح والصورة باش تتجمد، الحركة باش توقف، ما همش فاهمين ايش هي اللي صار بالضبط. قعدوا يستناو ويعيطوا لهشام لكن حتى حد ما يجاوب. علقوا على الاتصال وكلموه في اكثر من مرة ما تحصلوش عليه. حطوا برشا امكانيات، يمكن البطارية طاحت، يمكن التليفون طاح وتكسر، الله اعلم شنو كان ينجم يصير. الو 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 ما فماش. قلنا احنا بركشي مشي خرج من البيت باش يكلم صاحبه ولا حاجه، ما فهمناش شنو صار. علقنا وعاودنا نطلبوا حتى لين تسكر التليفون وخلي ما فماش ريحته، ما فهمناش شنو اللي صار بالضبط. لكن الاتصال قص وقتها. الحل الوحيد انهم يقعدوا يستناو للصباح ويشوفوا شنو ينجموا يعملوا. في الاحيان هذه نمشيو لفرنسا ونحاولوا نفهموا شنو صار بالضبط مع هشام. في الصباح الخبر باش يخرج كيما سمعناه الناس الكل، المهاجر تونسي على يد جاره الفرنسي. شاب هشام مراوي الحلاق الذي راح ضحية جريمة عنصرية ارتكبها جاره الفرنسي المتعصب. شنو صار بالضبط وعلاش قتلوا؟ نرجعوا لليلة اللي تقتل فيها هشام. في وسط المكالمة مع عائلته هشام باش يتغدر ب5 طلقات نارية من عند جاره الفرنسي اللي الله اعلم كيفاش دخل للدار، والله اعلم كيفاش ينجم يدور بفرد، والله اعلم زاده علاش اختار هشام بالضبط. المهم دخل عليه للدار، اجبد الفرد واطلق عليه 5 طلقات نارية كما تشوفوا في التصاور. اللي قتلوا هشام بالوقت الله يرحمه. العائلة عرفوا عن طريق الأصحاب والأقارب إنه هشام تقتل، والأخبار هذايا هبط كالصاعقة عليهم، الله يصبرهم. يعني حطوا في مخاخهم أي حاجة كانت تنجم تصير إلا موضوع القتل هذا، خاصة اللي إنسان موجود في داره. يعني هي ما بين الإمكانيات الكل أضعف إمكانية متاع قتل تنجم تشوفها. باهي وسؤالنا توا هو شكون هو المخلوق هذايا؟ حسب السلطات الفرنسية اسمه كريستوف بي، هو فرنسي متطرف معروف بعداوته للعرب والمهاجرين بصفة عامة. أبسط حاجة تنجم تعملها تدخل لصفحته على الفيسبوك باش تلقى عديد البوستوات والمنشورات فيها فكر إرهابي بحت، وكان في أكثر من مرة يحرض الفرنسيين إنهم يدوروا بأسلحة وأي مهاجر يعرضهم قدامهم يقتلوها على بلاصته، وكان يدعو اللي هما عندهم الحق يعملوا الحاجة هذه. ونزيدك غرابة إنه قبل ب 24 ساعة من العملية اللي قام بها كان مهبط منشور يأكد فيه اللي هو من غدوة باش يقتل مهاجر، وللأسف أوفى بالوعد متاعه، وللأسف زاد هشام كان هو الضحية. قبل بنهارين هبط في فيسبوك الستاتيو اللي هو يكره العرب على الاخر ويحب يقتلهم. هبط كيف نهكر في الفيسبوك اللي هو يكره العرب ويحب يقتلهم الكل، وقام بالعملية وهرب. اما زاد كان فما متضرر اخر، وهو جارو التركي اللي كان يسكن في نفس العماره. هو زاد تلقى طلقه ناريه من عند كريستوف لكن ما ادتش بحياته. العائله في السوايع الاولى ما كانتش فاهمه حتى شيء. اخته اللي كانت تعيش في فرنسا ما نجمتش تشوف خوها، وحتى من اقربائه اللي سافروا بالذمه باش يشوفوه ما نجموش يتحصلوا عليه، وهذه الاسباب ماهيش مفهومه، خاصه اللي السلطات وقتها ما كانوش معبرينهم جمله. امه منوبيه الله يصبرها كانت تستنى باش تشوف ولدها، وكما باش تسمعوا توا هذه كميه الوجاعه اللي كانت تحس فيها. ضرب وليدي كيك عليه يا رسول الله، نكلمه ياخذ لي حق ولدي، ياخذ لي حق ولدي. علاش وليدي كيك؟ علاش غدروا كيك؟ علاش يغدروا كيك؟ علاش يغدروا كيك تول عليه يا رسول الله؟ عليه وليدي اش عمل له؟ شنو يعمله له وليدي؟ عليه شنو يلعب؟ صلى ربي يا رب. وزير الخارجية التونسي التقى بنظيره الفرنسي وشدد على أهمية حماية التوانسة اللي موجودين في فرنسا، خاصة اللي الأيامات الأخرى كثرت عمليات القتل هذية في بلجيكا، السويد وعديد الدول الأوروبية في ظاهرة قاعدة ترتفع أكثر وأكثر، خاصة في فرنسا اللي تعتبر أكبر عدو للتوانسة. مانيش قاعد نحرض على العداء ولا حتى شيء، هذه حقيقة لازمنا نقبلوها. بلاد الحريات حسب ما ماخذ الاسم هذا من عند الأمم المتحدة هي أكبر عدو لحرية الإنسان، والتاريخ يشهد بها، ومانيش باش نطول في الكلام أكثر. Hier soir, il y a eu une victime. Ce Tunisien est victime d'un acte raciste, d'un crime raciste. Ce monsieur est un assassin. Personnellement, je n'y vois pas de terrorisme. Parce que, alors, prêter allégeance au drapeau français, alors là, ça me... Non, mais il y a des revendications idéologiques. Il y a des revendications ça rentre dans la case terroriste. السلطات الفرنسية توجهت للسفارة متاع تونس في فرنسا، وحسب ما تقال تضامنوا مع هشام باش يحاولوا يلقاو حلول تحد شوية من العنصرية،
لكن هو الحقيقة ما فما حتى حل. العنصرية إذا كانت زرعت في المجتمع ما عادش تتنحى جملة. هشام ضحية ومش مجرد اسم في نشرة أخبار، هو رمزية لأي شاب خرج يخدم ويعيش ويحلم. الله يرحم هشام. أما بالنسبة لكريستوف فتم إلقاء القبض عليه من بعد ما مرته أعلمت عليه عند السلطات الفرنسية، وأعلمت زادة على المخططات متاعه اللي كانت تنجم تكون كارثية. تم إلقاء القبض عليه وفي كرامته إلقاء أكثر من سلاح ثقيل، وفعليا هكا نجم نفهمه اللي حتى حد ما يحس بروحه بأمان في وقتنا هذايا. الله يرحم هشام مرة أخرى، وإن شاء الله ياخذ حقه. هذا اللي كان عنا اليوم، ما تنساوش ترحموا عليه، ونشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله.